يلا يا ملك سلام. سلام يا ماما، ما تتأخريش. في ايه يا ماما؟ مالك؟ مش عارفه حاسه بايه؟ فجأة ضغط كده الدنيا لفت بيا. طب تعالي نروح للدكتور. تعالي، في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ ما تقلقنيش عليكي. تعالي يا ماما ادخلي. على مهلك يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ست الكل. خير؟ هي بس خرجت من البيت، كانت رايحه تشتري حاجات فلقيتها دخت شويه وكان هيغمى عليها. انا قلقانه يا دكتور، طمني. طب الموضوع ده بيتكرر معاكي كتير؟ بقالي فترة كده بحس بدوخة جامدة وصداع صعب قوي، وبحس ان روحي خلاص بتنسحب. طيب معلش يا جماعه، قبل اي حاجه بس هتعملوا التحليل دي وتيجوا. حاضر. تمام. اللي انا معلم عليهم دول تعملوهم، والمعمل هنا جنبي. ماشي يا دكتور. خدي بالك. ادخلي يا ماما. على مهلك على مهلك على مهلك. مش عايزاكي تعملي حاجه خالص، ها؟ والتحاليل ان شاء الله هتطمنا بكل حاجه لما تطلع. اقعدي اقعدي. كان مستخبي فين بس ده يا ربي؟ انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله. يا امي الف سلام عليكي. طمنينا يا ملك، ايه اللي حصل؟ اطمنوا يا جماعه، مفيش اي حاجه. هي بس دخت شويه الصبح وكانت داخله في حاله اغماء، وديتها للدكتور طلب مني تحاليل، فمستنيينها لما تطلع بقى ان شاء الله. بس اطمنوا مفيش حاجه. يا رب. ما تقلقوش. طب ما تقلقوش لكم ايه؟ طب ما انت كنت كويسه يا ام، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش يا محمد، انا فجأة وانا هي خارجة كويسه بس ده الدنيا لفت بيا. قولوا له انت رحت عند دكتور مين ولا هات الرقم نتابع لحد ما التحاليل تطلع ونشوف النتيجه. طيب هنديك رقم. حاضر هنديك رقم. حاضر. ماشي يا ام، ما تقلقيش يا ام، انا عايزك بس انت ترتاحي. حاضر يا احمد. حاضر. قلقتنا عليك. يعني دوخه خفيفه بس. خير باذن الله يا ولاد، ما تقلقوش. يا ماما انت زي الفل، مفيش حاجه. جرايه مزه هتخضين عليكي ليه؟ خير يا حبايبي خير. اتفضل ادخل يا زياد. التحليل الاخير يا دكتور سلامه. فيها حاجه ولا ايه؟ تمام يا زياد تمام. طب استأذن انا بقى. اتفضل. كويس ان انتوا واخدين رقمهم. الو يا استاذه ملك، انت اللي كنت مع حضرتك؟ كان والدتك تقريبا. طيب تمام، انا محتاج حضرتك تجيني حالا، النتيجه ظهرت. لا يا ريت تيجي، مش هينفع في التليفون. ولو في حد برضو قريب، بس ما تجيبيش والدتك معاكي يعني. في انتظارك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. يا محمد يا ملك تعالوا. خير في حاجه ولا ايه؟ لا يا حبايبي مفيش حاجه. هو بس الدكتور لسه قافل معايا، بلغني النتيجه، بس هو طالب مني ان انا اروح له يعني. طب ما قالكيش ايه النتيجه؟ طمنينا. طيب وطي صوتك. لا ما قالش انا خايفه تسمعنا. ممكن خلاص تيجوا معايا. تعالوا معايا. يلا هنروح معاك. ما احنا كده هنروح. عن اذنك يا ماما، بس هنروح مشوار صغير كده ونرجع لك تاني. فين وسايبين؟ مش هنغيب عليك. مش هنتاخر يا ماما، مشوار تبع شغلي، مش هنتاخر. انا بس محتاجه اخواتي معايا. ماشي. خدي بالك من نفسك. اتفضل. خير يا دكتور، ممكن تطمنا؟ دول اخواتي محمد خير ان شاء الله. اقعدي يا ملك. طب كويس انك جبتيهم. حضرتك قلت ان النتيجه طلعت، عايزين نطمن. خير. بصوا يا جماعه، انا مش هلف وادور عليكم. هي بما انها مامتكم فتقريبا كده مفيش حد غريب. هي للاسف عندها كانسر. ايه وفي مرحله متاخره كمان. متأخرة يعني ايه يا دكتور؟ بس هي ما كانتش بتشتكي من حاجه من قبلها. لا كويسة. لا واضح انها بتشتكي من فتره، بس هي كانت متحامله على نفسها ومش قادره تقول لحد. يا دكتور والعمل ايه دلوقتي؟ ماما عندها سرطان. ازاي؟ طيب يا جماعه لازم تسمعوني وتركزوا عشان نعرف نعمل ايه في الخطوه الجايه. هي دلوقتي مش هينفع خالص انها تكمل علاج في البيت نهائيا. طب ايه المطلوب؟ المطلوب انها تبدا جلسات، يا ريت تجيبوها وحالتها النفسيه تبقى كويسه. طب ودي مكلفه؟ طبعا
كام هندفع لها من جنيه المليون كام؟ طيب والله التفاصيل دي كلها مع الحسابات، بس الموضوع بيكون مكلف. استني بس يا ملك، ماما يا محمد ماما. ثانية بس عشان نفهم من الدكتور، استني ثواني. طب يا دكتور هو العلاج ده هيطول، هياخد كتير يعني وقت كتير؟ والله ما اخبيش عليكم، هو الموضوع غير معلوم، بس مفيش اي حلول بديله ولازم تبدا حالا جلسات. يعني انت خلاص ده امر واقع، وانت بتقول في المرحله الاخيره صح؟ انا بقول مرحله متاخره بس لسه في امل أيا طبعا. كان ايوه يعني ايه يعني ايه ايا كان وكله محصل بعضه، يعني ايه الكلمتين يعني دول؟ يلا نروح بس الاول كده. طب ثواني بس يا ملك، ثواني يا احمد. بقول لك يا دكتور خلاص احنا هنفكر وهنشوف احنا هيبقى هنجيبهم منها تعالج امتى. فكروا يا جماعه، ولو مش عاجبكم المكان هنا ممكن اوديكم اي مكان، بس المهم انه ما تسيبوش المهم امي تتعالج، امي اهم شيء امي. بالظبط، ده اللي انا شايفه برضه. الله خير يا دكتور. ماشي ماشي، يلا يا ملك يا دكتور يا احمد وتعالى يلا. يا ماما. يا ماما يا ماما. بقول لك ايه يا ملك، ما تيجي شويه خلينا نعرف نشوف هنتصرف ازاي. ده مرض خطير، مرض خطير يا محمد. ما احنا سمعنا. احنا خلاص مستنينك تقولي، احنا دلوقتي في حلول مش في ان احنا نقعد نندب، عايزين نحل. هنعمل ايه دلوقتي؟ من الاخر المرض ده اللي بيدخله ما بيطلعش، وبعدين فلا بقى الله ولا فلك يا محمد. يا محمد انت بعيد عن كل ده، حواراته كتير وعلاجاته غاليه ومصاريف. غاليه ومصاريف ايه؟ انت ناسي احنا ورانا ايه؟ ورانا فلوس قد ايه؟ مصاريف اللي انت بتتكلم فيها يا مالك، ما هيبقى المصاريف في الفاضي. عامة احنا مش هينفع دلوقتي نجيب سيرة لأمنا على أي حاجة. يعني ايه في الفاضي؟ يا بنت عشان احنا مش هينفع نجيب سيرة. ما احنا مش هنجيب سيرة، بس انت مستكتر على امك تتعالج بالفلوس اللي عندنا ولا هو ايه؟ قال لك في اخر المرحله يا ملك ولا ما اعرفش في ايامها الاخيره؟ وانت ما كنتش قاعدة معانا احنا ولا ايه؟ نعافر لاخر نفس يا احمد. هنعافر في الفاضي؟ مش في الفاضي ده امك. طيب ماشي احنا هنعافر، بس ينفع ان احنا نروح نقول لها دلوقتي ان انت لا. عندك المرض ده؟ لا 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 لا، لا، عشان احنا ما نجيب نفسيتها. لها السيرة، وفعلا عندكم حق، احنا ما نجيب لها السيرة لأي حاجة لغاية ما الموضوع يمشي بسلام. ونشوف هنقرر نعمل ايه. صح يلا. تمام يلا. يلا بينا. يا امي عاملة ايه؟ خير يا ولاد، طمنوني. اخرنا عليكي؟ نتيجة التحاليل طلعت؟ لا لسه ما طلعتش. لسه ما طلعتش يا ماما، لسه مش هتطلع دلوقتي، الدكتور قال لنا مش هتطلع على طول، لسه قدامها وقت. وبعدين اطمني، ده انت تلاقي نفسك بس دايخه ولا ما اكلتيش كويس ولا ما نمتيش كويس. يعني شوية ارهاق زيادة، ما تيجي هدي نفسك في الشغل يا امي. هي يا جبل ما يهزك ريح، مش عايزاكي تبقي عاملة كده. ها عامة انت محتاجة تريحي. دخلوني جوه. انت زي الفل امي. على مهلك على مهلك. على الاقل من مالك يا امي. تعالي يا ماما على مهلك، تعالي. ارتاحي ارتاحي يا ست الكل. بقول لك ايه، ما تيجي اطلعك كده اسبوع كده مصيف شرم ولا مارينا؟ ايوه يا عم بقى، تفك عن أيوة يا نفسك، عم. هتبقى كويسه. ونقعد على البلاج وناخد تان. يا واد مصيف هي ولا؟ طب قول لي عمرة. يا ماما المصيف احسن، ده الجو حر، ده احنا درجة حرارة كمان وهنطقطق زي الفشار. الحاجات دي ليكوا انتوا بقى، مش ليا انا، خلاص كبرت. وانتي كمان يا مزة لازم تستمتعي. بيني وبين القبر فرق الكعب. لا بعد الشر ما إيه يا تقوليش ماما؟ يا كده. ست الكل ماما. ما تقوليش كده. طول ما انا عايشة اوعي تقولي جملة زي دي. انت محتاجه اي حاجه؟ طب هنسيبك ترتاح، لو احتجت حاجه نادي علينا. ماشي. لو احتجتي حاجة قولي يا جزر. وبعدين يا محمد هنعمل ايه كده؟ بص بقى يا احمد، من الاخر انت عارف موضوع المرض ده اللي بيخش في السكه دي ما بيخرجش منه. نقعد بقى مستشفيات ودكاتره، ومن الدكتور ده للدكتور ده للدكتور ده، وسهرية يعني، وكلها مصاريف، ومش هنخلص من الموضوع ده. محمد هو انت يعني ملان ان انت تعالج امك؟ ها مستكتر مكسل؟ مالك؟ لا بالعكس، ده انا عامل على مصلحه امك. انت بعيد يرضيك عن- ثانيه يا احمد افهمها، هو انت يرضيك انك امك تتبهدل عند الدكاتره ولا ايه يا مالك؟ بس ما يرضينيش ان هي تموت. يا بنتي ده امر واقع، بقول لك اللي بيخش في السكه دي ما بيخرجش، وكلها بقى مصاريف في الفاضي. بس الدكتور قال ان في امل ان هي تتعالج وتبقى احسن، نقفش في بنت، بقى الامل اسمعي ده كويس. علشان تتعالج بقى. يا بنتي اسمعي، ما هو الدكتور لازم يقول كده، وبعدين بقى عدى على الحسابات، 100,000 200,000 300,000، والسهرية دي ما بتخلصش ومتكررة على طول كل يوم. كله فدا ماما يا محمد. ما هو فدا ماما لو الكلام ده بالفعل فعليا هتقوم وتصحى
بقول لك اللي بيخش في المرض ده ما بيخرجش منه. ايه يا احمد رايك ايه؟ والله انت عندك حق في كل كلمة قلتها. انا شايف ان احنا لو اتبعنا الموضوع ده هيبقى بنفتح لنفسنا طاقة جهنم ونستحملها، اللي هو بقى من مصاريف ومن بهدلة لأمك ومن بهدلتنا، وكده كده معروف نهايتها ايه؟ نهايتها واحد، موتة. فشايف ان كل ده يبقى تعب في الفاضي، فاحنا نسيبها معززة مكرمة في بيتها، واخر فترة دي احنا نبقى جنبها. مش هقول لك كمان هنسيبها ولا نبعد عنها، لا، هنقعد جنبها ونخدمها ونشيلها فوق راسنا شيل، بس على الاقل تبقى في سريرها وبيتها مرتاحة، احسن من المستشفيات والدكاترة. هو الحل السليم ده يا ملك. مش متاخرين من فلوسه، هي كلها فلوسها، مش هندفع لها حاجه، كلها فلوسها تمام. لكن بهدله بقى يا ملك في المستشفيات يا ملك، هي مش حمل الكلام ده خلاص. انت يا ملك مش خايفة على امك يعني وعايزاها تتبهدل بقى ولا ايه؟ بعدين انت عارفة الزفت العلاجات بتاع الموضوع ده بيبقى كلها تعب وبهدلة وهنتعبها اكتر. خليها تعيش لها اليومين اللي هي عايشاهم في انبساط وسطينا. خلاص يا جماعه، عن اذنكم انا خارج انا. انتوا برضو عندكم حق. ماشي كده، تبقى انت عاقلة وحسبتها صح يا ملك. عايزينك بقى تبقى جنبها، عشان ايه؟ ما نحسسهاش ان حاجة ناقصاها. ربنا يستر. تعال يا محمد، تعال اتفضل. تعال يا ابن اختي اتفضل، نورت. خير؟ بصوا يا خال، انا جوه الصعبانيات والطبطبه والكلام ده كله ماليش فيه. انا مش فاهم حاجه، بتتكلم على ايه يعني؟ انا كل شغل وكل كلامي مصالح، ماليش بقى في الفاضي والصعبانيات ده. تمام. اختك عندها السرطان. اختي؟ يا ربنا يشفيك يا اختي. طب محدش قال لي ليه طيب؟ لا، ما احنا كنا هنقول لك يا خال هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ ولا هتقدم ولا هتأخر. ده كله بتاع ربنا، وكمان في الفترة الأخيرة كمان؟ يعني هي حالتها حرجة للدرجة دي؟ ايوه طبعا. ربنا يشفيك يا اختي، يا رب يا رب. بقول لك يا خال، انا عايز اقول لك بقى ايه سكه ودغري كده. الارض بتاعتنا كبير، قصدي بتاع امي يعني. ايوه كبيره مش صغيره. تمام. وداخله الكردون. ايوه داخل كردون المباني. داخله كردون المباني. واختك ما شاء الله عليها، ربنا يزيدها اللي هي امي يعني. انا ما كله لينا، كله لعيالها. ده اكيد طبعا، ما مش خارج بره يعني يا ابني. طيب ادي انت بقى اخوها، ولا في يوم من الايام سالت فيك بحاجه، ولا بعت قراطين وبنات لك بيت زي الناس، ولا اي حاجه. حالتك يعني متوسطه، لا حول ولا قوه. يا ابن اختي يعني انت شايفني ولا متجوز ولا عندي عيل ولا اي حاجه، فانا راضي يعني بنصيبي الحمد لله. يا عم راضي ايه؟ راضي ايه ويبقى عندها الارض دي كلها والفلوس دي كلها وما تسالش في اخوها؟ المهم يا محمد، انت عايز ايه طيب من الاخر؟ من الاخر فهمني يا خال. بقول لك ايه، انت كده العقد بتاع الارض دي معاك ومش هيلاه معاك. كل حاجه في ايدي انا. كل حاجه في ايدك انت. حلو، تديني بقى العقد وتديني كل حاجه اللي في ايدك دي يبقى بتاعتي. وسيبك بقى من ملك واحمد، ده عيال خايبه مش عارفه مصلحتها، انا اخوهم الكبير. بس ازاي انت بتتكلم فيه ده يا محمد؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ انا هراضيك. تراضيني؟ هراضيك. إيه ازاي يعني تراضيني؟ ده انت هتخش في العوق معايا يا خال ولا ايه؟ لا مؤاخذه في الكلمه يعني. هتراضيني ازاي يا محمد؟ هيبقى بالنص يا خال. ايه رايك؟ ايوه بالنص. يعني في ايه يا ماما؟ تعبانه. في ايه؟ تعبانه قوي. حاسه بايه؟ هبص ايدك ودوني المستشفى. ودوني المستشفى، يا حاسه ماما. اني بموت. بعد الشر عليكي، بس مستشفى ايه؟ يا موزه ما تدلعيش بقى يا موزه بقى. ده ايه ده؟ ما تدلعيش. تعبانه. لا 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 مش قادره بطلي استحمل الالم. بطلي دلع بس. قومي كده، قومي قومي. بس بطلي دلع كده. انت كويسه. بس بالراحه. في ايه؟ انت كويسه. خدي بس دول، خدي دي. ماشي، هتبقي كويسه. امسكي، تبقي كويسه. امسكي. دي ايه؟ ده برشام دي ايه؟ منوم. بسم الله بالشفا. هتاخديه، هترتاحي خالص، هتنامي، مش هتحسي باي وجع. ماشي.
نامي انا بس. عايزه اروح المستشفى. لا 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 بطلي دلع بقى يا ماما، بطلي دلع. انا عارفه انت بتحبي تدلعي عليا من زمان. مش ها بتدلع، انا تعبان، لا لا انت كويسه، انت بس جسمي كله الم. انت كويسه، ناميلك بس شويه وبطلي الدلع ده. ها ماشي يا مزه؟ نامي شويه ماشي وانا هرجع لك. ماشي يا ربي يا رب اشفيني، يا رب اشفيني واشفي كل مريض. بقول لك يا خالي، انا كنت جايلك بخصوص العقد. عادي يا احمد. عقد الارض اللي دخلت كردون مباني بتاعتنا. ايوه كنت عايز يبقى منها. انت طبعا عارف ان امي جالها ربنا كانسر يشفيها، ربنا يشفيها يا احمد يا في رب. مرحلته الاخيره. وطبعا بصراحه كده محمد ده انا مش مطمن له. هو اخويا الكبير بس حاسس جواه كده ايه مش سالك. فانا عايز العقد، هخليه معايا على الاقل اضمن حق انا واختي. الله اعلم محمد لو خده ممكن يعمل بيه ايه. انت عارف سكته شمال، يقعد يسهر بيه، بيقضيها مع بنات، حد يضحك عليه يبقى ساعتها حق انا واختي راح. ده يرضيك؟ ده يرضي ربنا؟ لا طبعا يا ابن اختي، ما يرضينيش ولا يرضي ربنا. طيب فانا جاي لك بقى عشان خاطر ايه؟ تديني العقد ويا سيدي كده كده اللي انت عايزه بعد كده احنا هنعمله، بس يبقى ضامنين حقنا. انا محمد مش مرتاح له، اخويا الكبير طول عمره قاسي وانت عارف دي كويس. لا انا عارف دي كويس يا احمد، وعارف ان انت الحنين وعارف انت العاقل. انا على فكره انا مش فارق معايا حق ولا حاجه، بس كل ده خايف على البت الغلبانه اللي اسمها ملك. بعد كده دي هتتجهز نفسها ازاي؟ هتتجوز ازاي؟ مصاريف كليتها ازاي؟ فخايف على حقها. عندك حق يا احمد، عندك حق، بس سيبني سيبني كده شويه افكر وانا هرد عليك. ماشي يا ابني؟ بس في اسرع وقت يا خال. طبعا يا احمد، في اسرع وقت ان شاء الله. مش عايز حاجه؟ شكرا يا ابني. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. بس غريبه احمد يعني ما جابليش اللي هو سيرة اللي ممكن يديني حاجه، عايز العقد بس. محمد قال لي هيديك نص اللي في الارض. يلا نشوف اخرتها معاهم ايه. سك على الشاي دولي. يا ترى مين؟ ايوه السلام عليكم. خالو عماد. ازيك يا ناديه يا حبيبتي، عامله ازيك يا ايه؟ حبيبي؟ امال احمد ومحمد فين؟ فاشغلهم. ربنا يديهم الصحه. خير يا خالي. هو امك عامله ايه؟ ماما ربنا يديها الصحه يا رب. كويسه. انا عرفت باللي حصل لها. طب بص يا بنتي، انا جاي لك انت لمصلحتك انت، وعايز اقول لك الكلمتين اللي قالهم لك دولك تركزي فيهم كويس قوي. خير يا خالي. محمد اخوك جالي من يومين وقال لي يا خالي عماد انا عايز العقد بتاع الارض. وعقد الارض انت عارف الارض دي دخلت كردون مباني، يعني دلوقتي تجيب مبلغ. بس اتفق معايا اللي ياخد العقد على ايه؟ على ينصص معايا وهيبيعك انت واخوكي. بعديها لقيت احمد بسم الله ما شاء الله جاي لي، واحمد بقى ايه عامل نفسه اللي هو ولد الشهم، الولد الطيب. وعايز ياخد العقد خوفا من محمد عليكي. وعايز ياخد العقد لنفسه. بس انت بقى قولي لي يا بنتي، انت ناويه تعملي ايه معاهم؟ هعمل ايه؟ تشغلش بالك يا خالي، تشغلش بالك هعمل ايه؟ ما اشغلش بالي، على فكره كل ده انا خايف عليك انت، انا عارفك انت اللي طيبه وانت اللي حنينه عليه. طب قولي لي بقى هتعملوا كده في علاج اختي هتعملوا فيها ايه؟ بص، من ناحيه اللي انت حكيته عنهم هم كلاب واندال، بس حته العلاج دي ان هي تطول في العلاج وكده هم بصراحه يعني للاسف الشديد عندهم حق. عندهم حق في ايه؟ عندهم حق يعني ان الموضوع هياخد وقت ومجهود وفلوس. والفلوس دي هتدفعوها انتوا من جيبكم؟ دي مش من مال اختي؟ يا خالي ما تضغطش عليا، هم كمان كانوا ضاغطين عليا، مش هيبقى انت وهم. انا عليك. كل مره ما بشوف ماما بتتألم قدام عيوني ما بقدرش اعمل لها حاجه ولا اقدر اعمل في نفسي حاجه. الله يعينك يا بنتي. طب بقول لك ايه، انا عايز اسلم على اختي. يا خالي اتفضل. ماما خالو جه علشان يطمن عليكي. نايمه ولا ايه؟ طب وبعد اذنك كده يا ملك، استنى اعدل اللحاف ده كده. يا ماما يا اختي. ماما يا ماما. بقول لك ايه، الزهر هنا نايمه وتعبانه. يبقى اجي لها وقت تاني.
ماشي؟ استنى شويه، طب حتى اشرب حاجه. لا لا، عشان ورايا شغل. ربنا يشفيك يا اختي يا رب. طب يا ماشي. تعالي يا بنت اختي، تعالي. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. خير يا دكتور. خير يا دكتور، رنات عندنا في حاجه ولا ايه؟ في ايه؟ في يا جماعه انا منتظر ردكم. قلت لكم مامتكم الحاله متاخره جدا والمفروض نبدا جلسات في اسرع وقت، وقلتوا هتشوفوا وتردوا عليا ومحدش كلمني. لا احنا صرفنا نظر عن الموضوع ده. صرفتوا نظر؟ في مكان كويس طيب هيتودوها فيه يعني؟ ولا اي مكان كويس يا دكتور. انت بتقول الحاله متاخره، يبقى ليه يا الجري بقى دكتور، والبهدل في امنا؟ ليه؟ تكلفه ووقت ضايع على الفاضي، وكده كده الاعمار بس ناخد بالاسباب يا جماعه، وانا قلت لكم في امل. لا لا، الامل في ربنا كبير، ولا مستشفيات ولا دكاتره ولا الكلام ده كله. بس هي كده هتتألم يا جماعه وهتتعذب الفتره دي. على الاقل يبقى في وسطنا وفي بيتها، مش في المستشفيات. خلاص وقاعد يا على الحسابات دكتور، كل شويه. الموضوع منتهي خلاص. اللي انتوا شايفينه يا جماعه. اعمار بيد الله. يلا يا استاذه مالك. بقول لكم ايه، بصراحه كده وعلى نور، انا عرفت كل حاجه. عرفت ايه؟ وعرفت ايه اللي بيدور ورايا، وعرفت كويس من خالي كل حاجه انتوا رتبتوها من ورايا برضو. بقول لكم ايه، الحق حق، يعني هنوزع الورث بالتساوي وبالعدل. مش عايزه لف ودوران وشغل الندالة ده مش عليا. يا بنتي فهمي، لف ودوران ايه؟ انا كنت بس بحاول اجيب العقودات اللي مع خالك وبتاع الارض، لكن ساعه الجد هيبقى علينا احنا الثلاثه. ياض عرفت كل حاجه، عرفت ايه اللي بيدور من ورايا، وخالي حكالي على كل حاجه. وعلى فكره بقى، لو حكالك زي ما بتقولي كان حكالك ان انا خايف عليكي وعلى حقك. حقي ماشي يا حقي. بص بقى يا محمد، انا ماما بتصعب عليا، فاهم يعني ايه؟ وانا ما كنتش موافقاكوا على ده من الاول خالص. بتصعب عليا وفي كل يوم بتأثر فيا، بتتوجع وبتتألم وبتتنشأ عليا ان اوديها الدكتور. انا مش قادره استحمل. طب بقول لكم ايه، طالما بتصعب عليكي وقعدتها كده كده بتتعبها وبتتعبنا، احنا نعمل فيها خير ونعمل معاها جميله ونستعجل احنا بقضاء ربنا ونخلص عليها. نخلص عليها. صح هنبقى ريحناها. وديكي بتقولي بتتعذب وبتتألم وعايزه دكتور وغيره، فاحنا هنريحها من كل ده وهنريح نفسنا وما نحسش بالذنب ان هي قدامنا بتتعذب ومش عارفين نعمل حاجه. وانا موافقه. يبقى ما نستناش، يلا دلوقتي احنا لسه فيها. تمام، يلا ادخلوا. ماما سامحينا بقى يلا. ماما بس صدقنا ده هيبقى راحه ليكي. ماما احنا عاملين على مصلحتك يا ست الكل. يا ماما. ايه ده؟ امي يا ماتت يا امي. اهو قضاء ربنا اهو. بس مش بس حلو قوي كده. ملك اهدي يا ملك، بقول لك اهدي يا ملك. هو مش احنا ده اللي كنا عايزينه؟ انت هتندبي ليه؟ ما احنا ده اللي كنا يا عايزينه. بنت احمد ربنا، ده امنا في مكان دلوقتي احسن من هنا. وارتاح. اسكتوا يا ماما، انا اسفه يا ماما. اهدي كده بقى انا اسفه يا ماما. ملك
يا عم البت باين عليها اتجننت. احنا مش كنا متفقين على كده؟ وحاجات من عند ربنا. ايه اللي اتغير بقى؟ ما انت متفقه معانا بره يا بت، في ايه؟ استنى بس. وبعدين يا مالك يا حبيبتي، ما انت عشان تاخدي ورثك بقى. وجع قلبي عليك يا يا بنت انت هتاخدي حقك بقى وتعملي المشروع اللي كان نفسك فيه وتجهزي نفسك. محدش هيعوض امي، محدش هيعوض امي يا جاحد، محدش هيعوض امي. دلوقتي محدش هيعوض امي، ما احنا متفقين وداخلين على كده، لكن جت من عند ربنا. انا مش هتتحاسبوا لوحدكم، انا السبب يا رب. انت السبب ايه يا بنت بقى؟ ما خلاص سيبك من الدور اللي انت عايشاه ده. هي اتكلت على الله، لا سامعه ولا شايفه. يعني فوق كده خلينا نقسم الورث عشان كل واحد يروح لحاله ويشوف مصلحته. يا بنت اهدي، هي في مكان دلوقتي احسن من هنا بكتير. ادعي لها بقى بالرحمه. امي ماتت. واسكتي بقى خالص. بقول لك ايه، غطاها بس كده عشان خاطر ايه نروح نخلص كل حاجه. سيبها يا مالك بقى. يا مالك يلا. تولول بقى يا بنت. يا ماما، ايوه يا ماما. خير يا ولاد؟ يا خال. اختي حصل لها ايه؟ توفى. تعيش انت بقى يا خال. الله يرحمك يا اختي. الله يرحمه ويسامحها. اتفضل. يا ولاد، انا مش عايزكم تزعلوا على امكم. لا احنا بصراحه مش زعلانين خالص يا خال. امي كان اعمالها كويسه، وبعدين هي دلوقتي في مكان احسن مننا بكتير. ايوه فعلا. وما تنساش بقى ان هي كان مريضه، كان كل يوم بتتعذب كده. ارتاح. الله يرحمها ويحسن اليه يا رب. الحياه بقى من الميت، خلينا في المهم. حلو، الحي يبقى من الميت فعلا زي ما اخويا احمد ما بيقول. العقد بقى يا خال ولا ايه؟ عادي ايه؟ ايه عقد العقد يا خالي، ولا انت نسيت؟ عقد الارض. ولا انت برضه هتفضل فارس سيطرتك وعامل بالوصيه لحد ما احنا اللي نموت؟ لا يا احمد، خالك كويس، هو كان بيحافظ على ارض اخته. بقول لك ايه يا خالي، مش منه حاجه وحشه. انا عايزه اتجوز، عايزه اعمل لي مستقبل. امي ماتت بس لا، انا عايزه اعيش حياتي مستوره. ما هو يا مالك يا اختي كل واحد هياخد حقه. اللي نفسه في مشروع بقى يعمله، واللي نفسه في حاجه يعملها. ما هو حقه بقى وهو حر فيه. صح، برافو عليكم. كل واحد يعمل ما بداله. هو ادي العقد بتاع الارض، بس قبل العقد ما تمسكوه كان امكم الله يرحمها كان كاتبه وصيه. وصيه ايه دي؟ نعم. ايه الكلام الفارغ ده؟ في ايه يا ابني ما تقول ايه؟ كاتبه ان احنا نتبرع بربع الارض يتبني عليها مسجد. تبين عليها ايه؟ مسجد. مسجد وعلى ربع الارض؟ ده يبقى مش مسجد بقى، ده عايزه تبني جامع كبير قوي كمان. طب ما ايه المشكله ان احنا نساهم في بناء جامع؟ ايه المشكله؟ نساهم مش نبني مسجد على ربع الارض. استنى، احنا لو مشينا على الوصيه هيبقى كده معانا شريك رابع. واكيد يا خالي امي كان كاتبه الوصيه دي ايام ما كان الارض زراعه، لكن انت عارف دلوقتي ان الارض دخلت كردون مباني. يعني المتر لو كان هيعمل جنيه دلوقتي هيعمل 50 جنيه. فاظن الكلام ده كله بقول لك ايه ملوش لازمه. انت تحسبها صح، انا عايزه حقي. بصوا يا اولاد، دي الوصيه بتاع امكم، يعني انتوا براحتكم، حبيتوا تنفذوها براحتكم، ما تنفذوهاش براحتكم. هي دي الوصيه وزعلان عليها قوي وعامل بيها؟ يلا ولا تزعل نفسك بالله واشرب ميتك. ولا كأن في وصايا، ولا كأننا سمعنا حاجه خالص. وكل واحد هياخد حقه ويعمل اللي هو عايزه. ويقدر ما دخلك شر يسيبه بقى يتبرع بيه. ويا سيدي عادي، هنطلع زكاة على روحها كل دير، نساهم في اي حاجه لله. وخد بالك النيه لله ان يبقى على روح امي. وبعدين موضوع الكولدير ده يعني متهيألي هيجيب بثوابه. يجيب بثوابه. ايوه مش ده عقد الارض. برافو عليك يا اظن اولاد. احنا كده نتصرف. انت بقى يا خال شرفت ونورت. يلا مع السلامه يا خالد. ايوه يا خال. كنت بتيجي لاختك يا خال، دلوقتي ما فيش اخت. دلوقتي الله يرحمها. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه يا خالي بقى عشان ما عندناش وقت. يلا شكرين يا خال، استنى اوصلك للباب. يلا يا خال مع السلامه، والقلب داعيلك. الربع الارض الجامع قال. خلاص بقى احنا قطعنا الورقه، وبعدين هي تلاقيها كتبت الوصيه دي وهي خرفان. طب المهم برضه عشان كان احنا مريض. عشان احنا مش هنفضل. بس يا محمد مهما كان برضه دي والدتك. بقول لك ايه، سيبكم بقى من الكلام ده، احنا مش هنفضل في قرابيس بعض. احنا عايزين نوضع حل بقى للارض ده عشان كل واحد ياخد حقه ويشق طريقه بعيد عن التاني.
هنبيع وكل واحد يروح من وش التاني. انا مش عايزه. ايه ده؟ ماما امي ماما وانت ايه ده؟ عايشه ازاي؟ انت لسه عايشه؟ عايشه ازاي؟ هو ده عفريتك طيب ولا ايه؟ طيب روحك في المكان. لا ايه اللي حصل يا امي؟ انا عايشه. ازاي الكلام ده؟ هقول لكم اهدوا. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله والله يا حاج وفاء، كله تمام دايما يا رب. خير. بتشتكي من حاجه ولا ايه؟ لا الحمد لله كويسه. بصراحه يا دكتور كنت قصدك في خدمه صغيره. عينيا ليكم طبعا، ما اقدرش اتاخر عنكم يا جماعه. في ايه؟ انا بصراحه كنت عايزه اختبر ولادي في حاجه مهمه قوي يعني. تختبر ولادك؟ انتوا جايين العياده تختبر؟ مش فاهم. ما هي الحاجه في ايد حضرتك بصراحه. انا عايزه اعمل ان انا تعبانه وعندي مرض خطير وخلاص انا في مراحل الاخيره. طب انا الشر في ايه؟ معلش يا دكتور، الامر بالنسبه لي مهم جدا، فهي خدمه والله صغيره ولكن بالنسبه لي انا بالدنيا وما فيها. حضرتك هتقول لهم ان هي خلاص بين الحياه والموت وفي المراحل الاخيره ومتاخره وحاجات كتير قوي تخص الطب طبعا حضرتك يعني ادرى بيها. فهل هتعالجوها ولا هتسيبوها في البيت وسيب الباقي بقى على الله؟ طب يا اختي، انت متاكده من اللي انت بتعمليه ده؟ معلش يا عماد، انا لازم اعمل كده. يا اختي انا خايف عليك لا تصدمي في ولادك. الصدمه هتكون اهون من اللي هم ممكن يكونوا ناويين يعملوه. بالله عليك يا عماد خليني اعمل اللي يريحني، انا مش ضامنه عمري. انت رايك يا دكتور؟ طب ما ممكن برضه يا حاج ما يجيبوكيش تكشفي هنا؟ لا انا هخليهم يجوا هنا، انا هقول لهم انا عارفه دكتور ودوني عنده. يا امي، طب الحمد لله ان كل ده كان اختبار. الحمد لله الحمد لله يا ماما. كويس ان انت عايشه وبخير، ده احنا كنا هنموت من الحزن عشانك. ده احنا ما كناش عارفين نقعد، البيت كان وحش من غيرك. طب حلو قوي، ده كويس اللي انا شايفاه ده ما شاء الله. أيوة طبعا، ده انت امنا. طبعا اهي دي انا واثقه منها. طب تعبانه ومش عايزين تودوني للدكاتره وقلت ممكن تكونوا فعلا خايفين عليا من الشكشكه والمرمطه في المستشفيات والتعب، فقلت ان انا ارتاح في فرشتي لحد اما ربنا ياخد امانته. دي حاجه كويسه. وده شر عليك يا ام. بس مش كده، ما انت لما اتكلم ما تنطقش. قلت تمام، ممكن يكونوا ولادي خايفين عليا، في قلبهم شويه رحمه، مش عايزين امهم تتألم وعايزين يكونوا حواليها في اخر ايامها. حلو، لكن الوصيه تقطعوها. قلت ربع الارض اتبرع بيها لله، اعمل جامع عشان في اخرتي لما اتحاسب وربنا يسالني الفلوس دي عملت بيها اعرف ارد. ماما مش انا اللي قطعت الوقت. قلت ما تنطعيش. ما هنش عليكوا حتى، ما هنش عليكوا تعملوا حاجه. طب انتوا مش هتتحاسبوا، ده كل انسان سبحان الله هيقول يلا نفسي، هيتحاسب عن نفسه. بس انا هتحاسب عنكم ولا انتوا هتحاسبوا عني؟ لا. طب بقول لك يا ام، احنا نبدا صفحه جديده وانت في وسطنا بالدنيا كلها. ده حقيقي. سيبنا بقى من اللي فات. شوف اللي انت عايزاه واحنا نعمله. كويس، ما عندكيش حاجه تقوليها؟ فعلا هنبدا صفحه جديده. ما هو انتوا ولادي، مش هقدر انكر دي بالذات. دي انت قلت اهو ولادك. طبعا يعني خلاص احنا غلطنا وانت قلبك كبير، تسامحينا بقى يا ام. واللي غلط بيتربى، وانا بقى محتاجه اربيكم من اول وجديد. الفلوس دي انا تعبت فيها وشقيت، فبدل ما اتسأل عليها بقى في الاخره واتحاسب وانتوا تتمتعوا في الدنيا، الفلوس ده انا هتبرع بيها لله. يا ام انت بس وانتوا ما شاء الله اهو كبرتوا، نصفر بقى العداد ونبتدي من الاول، كل واحد يبني مستقبله. خلصتي جامعتك تشتغلي وتجهزي نفسك يا حلوه اللي عايزه تتجهزي، وانت يا باشا انزل شغل، وانت يا كبير. انا ابنك الكبير يا ام. طبعا لازم بقى بكل حاجه. اكيد. وانا انا هربيهم. اكيد يا حبيبي. انت عايز تتربى اصلا. اخرسي بقول كل الفلوس هتطلع لله، وده اخر كلام عندي. اللي عاجبه يقعد معايا، اللي مش عاجبه الباب يفوت 3 جمال.
يا امي طب راجع نفسك في فكروا وابقوا ردوا عليا. ماما